سابقة هي الأولى من نوعها. صدم أساتذة اللغة الأمازيغية بإقصائهم من الانتقال بصفة التخصص، حيث أن البرنامج الخاص بهذه العملية لا يوفر خيار تخصص الأمازيغية ويقتصر فقط على تخصصات العربية أو الفرنسية أو المزدوج، وهو ما تضيع معه حقوق هذه الفئة في الانتقال من منطقة لأخرى. وفي ذات السياق حصلت شوفتيفي على سؤال شفوي آني موجه لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي بشأن إقصاء أساتذة اللغة الأمازيغية من الانتقال من أجل التخصص وفقا لقانون رقم 5.05 الذي غير وتم ظاهره الشريف رقم 1.58/0008 الصادر في 4 شعبان 1377 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وأوضح النائب البرلماني باسم حزب الاستقلال الحسين أزوكا حاسب السؤال الشفوي الآني أنه ووفقا للفصل 38 مكرر وخاصة الفقرة الثالثة منه التي تنص على أنه من حق كل موظف أن ينتقل من مقر عمل إلى آخر إذا توفرت الشروط لذي الكلف، فمنذ سنة 2012 تم إحداث المراكز الجهوية للتربية والتكوين، وتخرجت منها عدة أفواج من الأساتذة المتخصصين في اللغة الأمازيغية، لكن هذه الفئة صدمت بإقصائها من الانتقال بصفة التخصص، حيث أن البرنامج الخاص بهذه العملية لا يوفر خيار تخصص الأمازيغية ويقتصر فقط على تخصصات العربية أو الفرنسية أو المزدوج، وهو ما تضيع معه حقوق هذه الفئة في الانتقال. وتساءل أوكر حسب تعليق له على الفيسبوك متوجها للوزير المسؤول عن القطاع عن التدابير الإجرائية المتعين اعتمادها لوضح حد لهذا الميز والإقصاء الغير المبررين لأساتذة اللغة الأمازيغية من الانتقال بصفة التخصص. لا تنسى الاشتراك لكي يصلك كل جديد.